امبارح حكيت لك إن والدي كان بيقول عليّا إن أنا أسد وكده وفظيع وما حصلتش، بس الحقيقة إن أنا ضعيف أوي. عندي حكايتين هيثبتوا لك قد إيه أنا ضعيف، والحقيقة الاتنين في مكان واحد. جنينة في السعودية كانت فسحتنا، كان اسمها جنينة المَلَز. الحدوتة الأولانية خاصة بأخويا اللي بعدي على طول أحمد، أنا الكبير وأحمد اللي بعديّا على طول. أحمد فجأة في الجنينة وقع في حمام سباحة. لأ ما تتخضش، حمام سباحة بطول أطفال يعني، ما كانش عميق، بس أنا ما أعرفش. أنا فجأة لقيت أخويا واقع في حمام السباحة وعمّال يستنجد بيّا أطلّعه، وأنا واقف عاجز، حاسس إن حمام السباحة عميق ولو رُحت أنقذه هاموت، واقف عاجز تمامًا، وأحمد رافض أي حد يطلّعه إلّا أنا. طلّعوه كُلّه تمام، بس الذكرى دي بتضايقني لحد دلوقتي، مع إن بقى لها يمكن أكتر من 40، 45 سَنة. فيها إيه يعني لو كان حمام السباحة عميق؟ هاموت؟ طَب ما أموت، ما أنا أنقذ أخويا. الحكاية التانية بقى مع الاتنين صحابي اللي كانوا في خناقة السوق بتاعة امبارح دي. كنا واقفين في الجنينة بنشتري حاجة نشربها وأنا اللي واقف على الشباك، وفجأة اتسحبوا من جنبي، أنا ما خدتش إخوانة كمّلت شِرا، لقيت واحد فيهم عمّال يحط إيده على كتفي ويحركها، أنا اعتقدت إنه عايز حاجة يعني، أو الحقيقة أنا اعتقدت إن هو واحد فيهم، الحقيقي الحقيقة بقى كان في ضَب سعودي مع شاب سعودي، الضَب ده حاجة عاملة زي السحلية كده، والولد عمّال يمشّيه على كتفي، أنا أمّا بصّيت وشُفته اترعبت، مسكت نفسي بس اترعبت. وحسيت قد إيه أنا ضعيف وجبان، بس كده عشان اتضايقت من نفسي بصراحة.